أنا على يقين من هذا. اذهب الآن وخذي قسطا من الراحة، لأننا مقبلون على عمل خطير جدا. حقا إنه عمل خطير جدا يا فتاتي. هذه الأسطوانة الصغيرة تحتوي على ملفات ستايتون التي تعني رموز إطلاق جميع القذائف الخطيرة في العالم، وبما أنني أسيطر عليها الآن فأنا سيد هذا الكوكب بلا منازع. لقد أخطأت الإدارة العسكرية بوضع هذه الملفات بين أيدي عملائها الصغار، ولكنهم لن يستطيعوا أن يعاتبوا أنفسهم بعد هذا اليوم، لأن المثل يقول: خبير الألغام لا يخطئ إلا مرة واحدة، وهذه المرة كافية لتدبير مصير هذا العالم بين يدي. جئت في الوقت المناسب يا بيرك. كنت أحاول أن أجد طريقة للاتصال بك لكي تقبل ضيافتي في هذا اليوم السعيد. كان علي أن أدعك أنت وزميلك الأحمق تقضيان على كامي. على كل حال لا شيء سيهمني بعد هذه الليلة. ماذا تقصد يا بايسون؟ أيقنت بأنني كنت مصيبا عندما كنت أحاول السيطرة على العالم وإخضاعه لي. ولتحقيق أهدافك الشريرة هذه استوليت على ملفات ستايتون. نعم، لقد وجدت أنها تفيدني في تحقيق هدفي الكبير، والآن كل أسلحتي موجهة إلى العالم. لا يا بيرك، لا تفقد الوعي الآن، لأنك بذلك لن تستطيع رؤية العرض هذه الليلة. ستفوتك رؤيتي وأنا أطلق كل قذائف الخطر والدمار كي يتحول كل ما هو ضدي في هذا العالم إلى رماد ونار. ستفوتك رؤية سيطرتي على العالم. بيرك، انظر إلى هناك. انظر إلى بداية مسرحيتي لهذه الليلة. بعد 10 دقائق كل الصواريخ والقذائف الثقيلة في العالم ستنطلق لتطوق الأرض في عناق طويل جدا. بيرك، صدقني، لست أنا من صنع هذه القذائف والصواريخ، وإذا كان العالم قد وافق على صنع مثل هذه الأسلحة الفتاكة فلماذا نبقيها معطلة لكي يأكلها الصدأ؟ لا، يجب أن نختبر فاعليتها أيها الشجاع، وبذلك نكون قد قمنا بتجربة مثيرة تحدد للعلماء الأكارم كيفية صنع مثل هذه الألعاب. هذا إن بقي هناك علماء ليسوا معي. ألا توافقني على هذا الرأي يا صاحب الأخلاق؟ سنرى من الذي يطرق بابي. هذا مستحيل. لم نستطع أن نخدش هذا الباب خدشا. القوة المزدوجة. حسنا، سندع ضيوفنا يقومون بألعابهم أمام هذا الباب الذي لن ينفتح لهم مطلقا، ونعود إلى عملنا. لا تخف يا رودي، لن يزعجنا أحد هنا، ألا تصدقني؟ وليس هذا فقط، أنت يجب أن تشكرني لأنك هنا ولأنك ستشهد أشياء مثيرة. هل أنت خائف يا رودي؟ أخبره يا بيرك، فأنا أرى علامات الإعجاب ظاهرة على وجهك. أم أنها علامات الخوف يا بيرك؟ إنه يتحرك. أيها المجرم القاتل! نعم، أنا قتلت والدك. ماذا يهم ذلك؟ لقد قتلت آباء كثيرين في سبيل الوصول إلى هدفي. أنت قلتها. لقد أخطأت، وبهزيمتك لن يبقى هناك أحد من مجموعتك. لا أحد سيبقى ليقف في وجه مشاريعي يا جايل. كل البشر سيقفون في طريقك يا بايسون. قوة النمر. ساغان، عبثا تحاولان فعله أمام هذه الآلات. أمسك. كنت أعرف أنني سأنتصر في النهاية.
القوة الكبرى. أنا وأنت فقط نقف وجها لوجه لآخر مرة. انهض، لقد عرفت الخوف أخيرا في مواجهة سيدك. لو كان لي سيد فلن تكون أنت. القوة المزدوجة. لا أستطيع التخلص من قوانين إنها أكبر من قدرتي.